السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كل عام وأنتم بألف خير. زي ما طلبتم مني قبل كده. طبعا الفيديو بتاع النهاردة ده بناء على طلباتكم. زي ما طلبتم مني انك انتم عايزين ازاي نعرف نكرمل قشر البرتقال ونستخدمه في ايه. طبعا كل طلباتكم اوامر. هوريكم ازاي نكرمل قشر البرتقال وازاي كمان نخزنه من السنة للسنة، والوصفات اللي هنستخدمه فيها حلو وحادق. ان شاء الله هوريكم كل حاجة انتوا عايزينها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا التحفة اللي قدامنا ده، واوريكم ازاي انا كرملت قشر البرتقال. يلا بينا. بس فضلا وليس امرا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. بسم الله كده. ده قشر البرتقال بتاعي زي ما انت شايفة كده قدامك. طبعا لونه في حد ذاته تحفة، مفيش اجمل من كده. انا بحب لونه جدا جدا. بصي بوريكي ازاي تقشري البرتقانة خفيف، ما تقشريهاش بالحتة البيضة اللي هي التخينة دي. لا، انا عايزة قشر البرتقان يكون خفيف. لو تقيل مش هيكون حلو معاكي، لا في الوصفة دي ولا في التجفيف بتاع قشر البرتقان، يعني ولا في قشر البرتقان المقرمل ولا في قشر البرتقان المجفف. في الحالتين الاتنين عايزين قشر البرتقان يكون خفيف مش تقيل، ولا الحتة البيضة دي ما تكونش فيه. حاولي بقى بقدر الامكان تقشري القشر يكون رقيق جدا. وهبدأ بقى امسك زي ما انت شايفة كده قدامك، امسك قشر البرتقال واقطعه كده بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. انا شخصيا بحب استخدم في حاجات كتير المقص عن السكينة. زي كده، زي قشر البرتقال، زي تقطيع العيش مثلا. ما بحبش استخدم السكينة يعني في الحاجات دي، بحس ان المقص اسهل لي. طبعا اللي زيي يكتب لي في الكومنت. هستنى تعليقاتكم يا اجمل متابعين، بحبكم جدا جدا في الله. زي ما انت شايفة كده بقطع قشر البرتقال خطوة بخطوة قدامك. زي ما انت شايفة قد ايه القشرة بتاعته خفيفة ولونه جميل جدا ما شاء الله. ليه؟ طبعا لان البرتقال متوفر كتير جدا دلوقتي ورخيص جدا، مش غالي ابدا. فطبعا احنا نستغل الوقت اللي فيه البرتقال. طبعا يعني فايدته لا تعد ولا تحصى. نستغل الوقت ده كده ونقدر بقى نخزن كل الحاجات اللي احنا عايزينها. نفكر كده ونشوف الحاجات اللي فايدتها عالية جدا دي ما نرميهاش ابدا ابدا. وهوريكم بعد الفيديو ده ازاي انتوا هتحافظوا على قشر البرتقال، مش هترموه ابدا ابدا، هتحافظوا عليه جدا. زي ما انت شايفة كده قدامك ما شاء الله اللهم بارك. عندي كده اناء هنزل بقشر البرتقال. شوفي انا بعمل فيه ازاي لاني ريحته خطيرة، ريحته مش قادرة اقولك. هنزل على قشر البرتقال اللي معايا بعد ما حطيته في اناء غويط. هنزل بمعلقتين من السكر ومقدار 2 كوب من الماء كده زي ما انت شايفة كده. وهحطه على النار، ارفعه على النار لمدة 15 دقيقة. زي ما انت شايفة كده هيديني الشكل اللي انت شايفاه ده. كده بعد 15 دقيقة بالظبط هجيب بقى حلة بتاعتي كده زي ما انت شايفة قدامك خطوة بخطوة، وهجيب مصفى واصفي المية اللي هم مقدار كوبايتين من المية. هصفي كده قشر البرتقال منه خالص. انا عملت الخطوة دي ليه يا ام ملك؟ عملت الخطوة دي علشان المرارة بتاعت قشر البرتقال تنزل في المية دي. المية دي هنحتفظ بيها مش هنرميها. وهقول لكم في اخر الفيديو، خليكم معايا للاخر، هقول لكم تستخدموها في ايه. وبعد ما صفيت قشر البرتقال من المية اللي احنا مش هنرميها،
بعد كده نزلت عليه بكوب من السكر وحطيته في نفس الإناء اللي كان فيه تاني من غير مية. اللي دايب قدامكم ده السكر مش مية، من غير مية. حطيت كوب من السكر من غير ولا نقطة مية، وكأني بعمل كراميل. هسيب السكر مع قشر البرتقان ايدي بس فيه، طبعا ما سيبوش على النار عشان احنا عارفين ان السكر ممكن ياخد لون بسرعة. انا مش عايزاه ياخد اي لون، انا عايزاه ياخد القشر يتكرمل من غير السكر ما ياخد لون. فهفضل ايدي كده دايما في قشر البرتقال، مش هشيل ايدي وانا بقلبه كده بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. بصي لحد القوام اللي انت شايفاه قدامك ده كده. خلاص فين المية؟ ما بقاش فيه مية، اتشرب كله 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 بالسكر، والسكر اتكرمل وبقى بالشكل ده. قشر البرتقال شوفي، بصي التلزيقة اللي فيه بوريها لك انا، بصي كده تمام ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انت شايفة ريحته حكاية وطعمه تحفة. ممكن لو اخدتي واحدة منه طبعا بعد ما يبرد، بصي طعمه جميل جدا كده، تحسيه زي بونبون، زي طعمه جميل قوي قوي قوي. يعني انا طول ما انا شايفاه قدامي باكل منه، لان ريحته حكاية حكاية بجد. ريحته في المطبخ تحفة. زي ما انت شايفة المطة اللي فيه بوريها لك، هو ده القوام المطلوب وده اللي احنا عايزينه. مش عايزينه ناشف قوي ولا هو سايب قوي، زي ما انت شايفة كده. هنشوف بقى احنا هنشيله في ايه ونحفظه في ايه. عندي انا هحطه في علبة، انت عندك برطمان ينفع، عندك علبة زي كده محكمة الغلق برضو تنفع، بس لازم تكون ناشفة كويس جدا ومتعقمة، مغسولة وناشفة ومعقمين ان كان برطمان او علبة. وبعد كده بقى واو، هننزل بقشر البرتقان اللي ريحته تجنن تجنن، حاجة كده تحفة. ولا افخم من كده ولا احسن من كده، حاجة بجد روعة. انا يعني مش عارفة اوصف لكم السعادة اللي انا فيها. بنستخدمه بقى في وصفات كتير جدا جدا. اللي مستعجل على الوصفات يكتب لي في الكومنت، وانا طبعا هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. زي ما قلت لك بقى دلوقتي، المية اللي هي سلقنا فيها قشر البرتقال في الاول خالص خالص دي مش هنفرط فيها ابدا. دي هنستخدمها، هنحطها في بخاخ وهنستخدمها في الأسطح بتاعة المطبخ، إن كانت رخامة أو بوتاجاز أو أي حاجة. فدي ما ترميهاش أبدا، بتخلي ريحة المطبخ عندك دايما خطيرة عن تجربة. وده كده كان الفيديو بتاعي النهاردة. كرملت معاكم القشر بتاع البرتقال، وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد.